طيب العقيقة نعم لا حرج طبعا. العقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. يذبح عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة. هذه السنة. إذا كانت الأخت بفضل الله تبارك وتعالى قد رزقها الله عز وجل ب4 أولاد من الذكور فتذبح عن كل ولد شاتين. تذبح شاتان عن الولد وتذبح شاة عن البنت. وبعض أهل العلم قال لا حرج إن ضحى أو عق عنهم ببقرة أو ببدنة، وقاسوا ذلك على الأضحية بأن الأضحية البقرة أو البدنة، البدنة اللي هي الإبل، البدنة قالوا تجزئ عن 7، وكذلك البقرة تجزئ عن 7. بل وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته بكبش، بل وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن أملح. وأهل بيته عليه الصلاة والسلام 10، 9 نساء وهو عليه الصلاة والسلام. فلا حرج إن شاء الله تعالى عند بعض أهل العلم، والأمر فيه سعة ولله الحمد.